يطلع مسكين في التلفزيون يقول المغرب قام بأعمال عدائية، يقول له المذيع ما هو الدليل؟ يرجع لحرب الرمال 63، لأن النظام الجزائري ما قدم حتى شيء. يقول لك المغرب قتل جزائريين في حادث الشاحنتين، يقول له ما هو الدليل؟ يقول له بيان رئاسة الجمهورية. علاش رئاسة الجمهورية ما تقدمش دليل؟ صور أقمار صناعية أو شيء من هذا القبيل؟ ما كانش. فيهم، أنا قلت لكم فيهم الضعفاء أصلا، مستواهم همهم الشهرة فقط، وفيهم أصلا مساكن ما يلقوا ما يحتجوا به، وهذا الدور اللي يقوموا به هو شغل، والنظام ما يعطي لهم شيء. لذلك خلى أطروحة الجزائر أو النظام الرسمي الجزائري أطروحة بائسة في وسائل الإعلام، في حين أطروحة المغرب أطروحة قوية. هذا على مستوى العام. ولكن في الأصل أيضا أن النظام الجزائري افتعل هذه الأزمة لأجل أسباب لا يريد إظهارها. يتحدث لك على الصراع مع المغرب ويقول لك ما هوش قضية الصحراء، رغم أنها هي قضية الصحراء. يقول لك هي حرب الرمال و63 والحدود ومش عارف، هذه كسرت قبل، وبعد ذلك صارت اتفاقيات وانتهى الامر. ولكن منذ منتصف 75 او منذ منتصف السبعينات، والمشكله ما بين الجزائر والمغرب هي الصحراء. علاش انت تجي لهنا تحاول تبعد الصحراء، تقول لا مشكله الجزائر مع المغرب هي الصحراء؟ خلينا من الاسباب. انت قد مادام تدافع عن النظام راح تقول في اطار دفاع الجزائر عن حريه الشعوب كذا كذا، ولكن حتى لو تقول هذا الكلام راه يجي الطرف الاخر يقول لك هو وين راحوا الشعوب الاخرى؟ أين الجزائر من الشعب السوري؟ أين الجزائر من الشعب الأحوازي؟ أين الجزائر من الشعب الأوكراني الذي اعتدي عليه واحتلت أرضه وروسيا خذت له حتى الأراضي ضمتها؟ موقف النظام الجزائري ضعيف أصلا، وهذا الذي خلى حتى المتمكنين من الإعلام والتحليل السياسي ضعاف مهما أوتوا من قوة. ولكن الأسوأ أن أولئك الذين يحاول النظام الجزائري تلميعهم عبر استضافتهم في الفضائيات الجزائرية والقنوات وكذا وكذا، يحاول يصنع لهم دعاية بالحضور المكثف على أساس أن الظهور هذا الكثير يصنع له جمهور. هذا لا، هذا في زمن معين ممكن كانت الأمور هكذا، ولكن الآن من الصعب جدا كاد من المستحيل أن كثرة الظهور في الفضائيات هي تصنع للجمهور. لا، هو كيف تتحدث، ما هي البضاعة التي تقدمها، ما هو نضالك، تاريخك النضالي هو الذي يلعب دور. أمر آخر، أنت يا قناة فضائية تروح تجيب شخص مثلا في برنامج يتحدث حول الصراع بين الجزائر والمغرب، وهو أخطر ملف الآن بالنسبة للنظام الجزائري. تجيب له واحد هو أصلا على شبكات التواصل الاجتماعي ما عنده جمهور أصلا، رغم أنه فيهم رقصات وفيهم مغنيات وفيهم مش نعرف ممثلات وفيهم تافهات، سموا رواحهم مؤثرات، داروا ملايين يتابعوا فيهم. هذا حتى في مجال التفاهة ما دارش جمهور. أنا لا أتحدث عن شخص بعينه، أنا أتحدث عن العموم حقيقة. ما شخص، كل واحد حر في قناعاته، كل واحد حر في مساره ويحب يظهر أو لا يظهر، هذا شأنه. ولكن أنا نتكلم بصفة عامة وعلى مستوى نظام يدافع عن قضية. النظام خسر القضية إعلاميا، هاك تشوف يجيب في أشخاص قلت لكم ما عندوش حتى جمهور، في حين المؤثرين الحقيقيين راو ما يلتفتش لهم. ولكن لو يلتفت لهم لن يحلبوا كاملا في أواني النظام. لذلك لم يجد إلا هؤلاء الذين لا مستوى لهم ولا قدرة ولا كاريزما ولا تحليل لكي يدافعوا عن أطروحة النظام، وهذا اللي خلى صورته بائسة في العالم العربي. أنا شخصيا لا أستطيع أن أدافع عن هذه الأطروحة نتاع النظام، ما نقدرش ندافع عليها. أنت النظام تحب الناس يدافعوا ليك، أعطي لهم المادة. أنت المغرب عدو، علاش راهو عدو؟ دار أعمال عدائية، هات الأعمال العدائية، ما تمدش. إذا أقعد أنت الظالم والمغرب مظلوم. هذا هو زبدة الكلام. في حين المغرب في قضية الصحراء الجزائر تقول لست طرف، وفي الواقع هي طرف. ويجي المحلل المسكين في وسائل الإعلام يضرب يمينا وشمالا، حب يقنع العالم بأن الجزائر مش طرف وما يقدرش. المغرب يقول أنا طرف، قضيتي، صحراء مغربية، أقاليمي الجنوبية، وأعلى ما في خيلكم اركبوه. لذلك يتفوق طبعا المغربي على الجزائري، فضلا من أنه في المغرب كاين نخب حقيقية تدافع عن أطروحة المغرب وأطروحة في قضية الصحراء تحديدا. وفي الجزائر النخب الحقيقية لا يمكن أبدا أن تنجر للدفاع عن النظام
لا يحترم النخب ولا يحترم المثقفين ولا أي شيء من هذا القبيل. يريد شيتين تافهين، المهم يطبلوا ويزمروا ومن دون أي شيء. وإذا خسرت في الحرب الدعاية فتأكدوا بأنك ستخسر الحروب كلها ولا يمكن أن تنتصر. فالحروب الآن ناعمة، وحروب فكرية، وحروب عبر الفضائيات وليس عبر الدبابات ولا تلك التي نعرفها من الحروب التقليدية المتعارف عليها. ليس هكذا يا نظام العسكر يمكن أن تصنع قيمة لأطروحتك. النظام اللي فشل يقنع نخب جزائرية حتى تدافع عليه، برأيكم ممكن يقنع العالم بعدالة أي قضية يدافع عنها؟ صدقوني حتى القضية اللي تكون عادلة، هاي مثل قضية فلسطين، صدقوني سيحولها إلى قضية باطلة وغير عادلة إن دافع عنها عسكر ما يفرقوا بين كوعهم وبوعهم، ويجيب محللين لا يميزون بين الدبابة والذبابة.